إزاي تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تطلّع أي إجابة أنت عايزها. 3 حاجات بس علشان تطلّع إجابات كويسة من الAI اللي بتستخدمه. أول حاجة المهمة أو الtask، ودي الحاجة اللي أنت عايزه يعملها بالضبط، يعني أنا عايز منّك تعمل كذا بالضبط، بالحرف. تاني حاجة وهي المثال، بادّي له فكرة عن الطريقة اللي أنا عايز الحاجة دي تطلع لي بيها تبقى عاملة إزاي، عايز النتيجة اللي تطلع لي دي في هيئة فقرة أو في هيئة جُمل أو في هيئة أرقام. تالت حاجة وهي الcontext، والcontext دي ببساطة هي خلفية الحاجة اللي أنت بتعملها دي، إيه اللي أنت بتعمله ده أو بتعمله ليه؟ طيب إيه الحاجتين التانيين اللي أنا ممكن أخلّي بيهم الإجابة تبقى أجمد بكتير أو professional أكتر؟ ودول حاجتين اسمهم الpersona والtone. الpersona هي الشخص اللي أنا عايزه يتقمّص شخصيته وهو بيدّيني الإجابة دي، حرفيًا أنا باقول له أنا عايزك مِمِّس دلوقتي فبيبقى مِمِّس. أنا عايزك دكتور جامعة دلوقتي، فبيبقى دكتور جامعة. فأنت بتقول له إيه الشخصية اللي أنت عايزها على حسب مستوى الإجابة اللي أنت عايزها. 5 حاجة هي الtone، والtone دي هي نبرة الكلام اللي أنا عايز الكلام يبقى بيظهر بيها. يعني مثلًا أنا عايزه friendly ودود، هاقول له the tone of your voice should be friendly, it should be welcoming، ترحيبية، it should be informative، بتدّي معلومات معيّنة أو بتعلّم اللي قدّامي حاجة. فأنا باوضّح للChatGPT أو أيًا كان الmodel اللي قدّامي إيه الحاجة اللي أنا عايزها، ليه أنا عايزها، إزاي أنا عايزها، وكده هتضمن إن الإجابات اللي هتطلع لك من الذكاء الاصطناعي هي الإجابة اللي أنت عايزها بالضبط، لا أكتر ولا أقل. أنا رحاب القديم وأتمنى إنكم تشاركوني برأيكم لو الفيديو فاتكم في الكومنتات، لايك وشير لو الفيديو عجبكم، ودي هتكون آخر مرّة لو نسيتوا تعملوا لي follow، فاعملوا لي follow عشان تشوفوا الفيديو الجديد.